السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل المسقعة من غير لحمة مفرومة ومن غير بشاميل، وكمان هنعملها من غير ما نقلي البتنجان. تعالوا نشوف بقى الطريقة السهلة البسيطة قوي دي، وكمان نتيجتها حلوة قوي، هتعجبكم جدا. وصفة سهلة وبسيطة، وكمان بقى من المطبخ المصري. عايزة اقول لكم ان دي وصفة مصرية 100%، وكمان من غير بقى اي تكاليف ولا اي اختراع فيها. هقول لكم الاساس المسقعة دي بتتعمل ازاي وكل التفاصيل بتاعتها. يلا نشوف بقى هنعملها ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لاول مره تتفرجوا على فيديوهاتي، يا ريت تشتركوا معايا في القناه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان لسه في وصفات كتير ان شاء الله هنعملها مع بعض. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين بس جمال الطبق بجد، مع شويه بتتقدم بقى مع شويه رز ابيض كده ساده من غير اي حاجه خالص، لان هي مش محتاجه ان انتي تحطي مع الرز اي حاجه. وبعدين بقى يا سلام عليها لو برغيف عيش، وكمان يفضل بقى لو تبات بقى لتاني يوم كده وتاكليها تاني يوم، تاكلي صوابعك وراها. بس هي بجد من الوصفات الحلوه جدا. تعالوا بقى نشوف، هنبتدي كده الفيديو ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا عندي بقى بتنجان، طبعا الكميه اللي انت عايزاها انا مش هحددها. انا جايبه بتنجانتين كده كبار، بشيل الجزء اللي فوق ده، ولازم اعمل يعني اقشر من النص كده جزء. ليه بقى؟ لان لما بنيجي نقطع البتنجان شرايح، اما تيجي تاكليه مش عايزه، يعني مش هيتقطع معاكي بسهوله، لان البتنجان مش هيبقى ماسك في بعضه، الشريحه هتبقى ماسكه في بعضها. فاحنا بنعمل الفراغات دي عشان يبقى في الاكل سهل. او لو حابه ان انتي تقطعيها لنصين براحتك، بس انا هقطعها دواير كده على بعض. وبعدين عندي بقى فلفل رومي، وطبعا فلفل الوان، بس انا هاخد بس فلفل الرومي ده احطه معاها في الشوي، لان هشويه مش هقليه. عايزه اقول لكم بيبقى طعمه احلى بكتير جدا من المقلي، وبتبقى اخف كمان. بقطعها بقى بسمك يكون سميكه شويه، مش رقيقه ولا تخينه، عشان تبقى متماسكه ما تتهريش منك لما تحطيها في الصينيه في الفرن. وبعد كده الفلفل برضو هقطعه برضو شرايح كده بنفس الشكل ده. انا هاخد بس جزء بسيط منه، والباقي هسيبه هحطه اخضر زي ما هو، او لو حابين تشووه كله براحتكم. بعد كده حطيت شويه من الزيت وشويه من الملح، يعني معلقه صغيره كده من الملح معلقتين كبار كده من الزيت، وهقلب كده الكلام ده كله مع بعض، عشان طبعا لما نيجي نشوي البتنجان يتشوي معانا بسهوله. هبتدي ارصه بقى في صينيه كده، وابتدي ارص بقى عندي الفلفل برضه هرصه واحطه بقى تحت الشوايه، وهسيبه يتشوي. وهو بيتشوي بقى ابتدي اقطع بقى كده، اجهز الحشوات بتاعتي. عندي طماطم كده، جبت طماطمتين 3 كده، ابتديت اقطعهم شرايح. بعد كده عندي 4 طماطمات هجيبهم اضربهم في الخلاط، عملتهم عصير طماطم. كده انا جهزت الحاجات بتاعتي، المكونات بتاعتي جهزتها. وبعد كده بقى عندي البتنجان وهو بتشوي، هبتدي اقلب فيه، يعني الجزء اللي هيتشوي اقلبه على الجنب التاني، لان شايفين في جزء لسه ما اتشوش واللي في النص اتشوى. فانا هبتدي اقلب كده، واللي هتتشوي هطلعها بره. تمام. يا شايفين اخد اللون ازاي الدهبي اللي احنا كاننا قالينه بالظبط، يعني فليه بقى نقلي في زيت ونحرق قلبنا يعني. بعد كده بقى هنعمل شويه صوص حلوين كده. حط معلقتين كده من الزيت صغيرين، عليهم 4 5 فصوص توم، فرماهم كويس. هقلبهم شويه على النار، وبعد كده حط عليهم اول بقى ما يبتدي لونهم يبقى ذهبي شويه، حط عليهم معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. نشوحها بس معاها كده، اول ما نحس ان ريحتها ابتدت تطلع هنزل على طول معاهم بمعلقه كبيره من الخل. طبعا الخل بيبقى اساسي في الوصفه دي. اول بقى ما يبتدي يتشرب كده، ننزل بقى بمعلقتين كده من الصلصه، لان هي اللي بتدي لون. طبعا الطماطم اللي ساعات بيبقى اصفر، فاحنا بنتجنب الموضوع ده خالص عشان تبقى متسبكه كده ولونها حلو احمر حلو. وبعد كده حطيت عصير الطماطم 4 طماطمات كده. طبعا الكميه اللي انتوا عايزينها، يعني دي ملهاش مقادير قوي، يعني بالكميه اللي انتوا عايزين تحطوها براحتكم. بعد كده حطيت على الصلصه دي بقى معلقه من الفلفل الاسود صغيره، او نص معلقه صغيره، والملح معلقه من الملح. وبعد كده عندي بقى شرايح الفلفل الرومي اللي احنا شويناه ده، انا حطيت بس معاها يعني ايه جزء كده من الفلفل الرومي ده، وسبتها بقى على النار تتسبك معاه شويه، بس مش هنسيبها تتقل قوي. ماشي. بعد كده بعد البتنجان عندي متشوى، بعد كده هجيبه بقى هرصه. طبعا انا طفيت بقى على الصلصه كده وسبتها بقى ايه مع نفسها شويه.
هبتدي ارص البتنجان اللي عندي بقى بالشكل ده، واحط عليه بقى شرايح من الطماطم وشرايح من الفلفل. طبعا انا قطعت فلفل الوان، لو انتم مش حابين براحتكم، بس هو بيديله طعم حلو برضو. وعايزه اقول لكم ممكن نحط كمان بطاطس في الوصفه دي، ممكن تحطوا بطاطس، نجيب بطاطس كده ونقطعها شرايح، ولو حابين تشووها مع البتنجان ممكن نشويها وممكن نحطها نيه براحتنا. دي حاجه ترجع لكم يعني، بس في كلتا الحالات بتبقى طعمها حلو. بعد كده بعد ما ابتديت بقى ارص البتنجان وشرايح الطماطم، اكرر بقى الموضوع ده لحد ما اخلص بقى الكميه اللي عندي، كميه البتنجان اللي عندي. اهم حاجه بس ان احنا نحط في النص كده الفلفل، لان هو اللي بيدي الطعم والريحه الحلوه قوي للمسقعه. بعدين بعد ما خلصتهم بقى رصتهم، ابتدي طبعا انا نسيت في الفيديو نسيت اصور لكم ان انا حطيت ربع معلقه صغيره كده من الكمون. ماشي، فانتوا بقى زودوا برضو مع ربع معلقه ونص معلقه كده من الكمون، بتديله ريحه احلى برضو. بعد كده بقى عندي خلصت بقى انا كده الكميه اللي عندي كلها من كميه البتنجان والفلفل والطماطم اللي عندي. هجيب بقى الصلصه اللي عندي او صوص الطماطم اللي عندي ده، واحطه بقى انزل بيه على البتنجان ده. شايفين منظره وشكله حلو ازاي؟ شكله يفتح النفس وهو كده يعني، بجد طعمه حلو قوي وشكله حلو يعني. بعد كده حطيت بقى العصير الطماطم اللي عندي ده الصلصه، شايفين سمكها عامل ازاي؟ لو حسيتوا ان هي تقلت منكم ممكن نزود شويه ميه، لان يعني طبعا هنحطها في الفرن فهتبتدي تنشف معانا عشان تتسبك بقى كويس. والبتنجان هو البتنجان كده كده مستوي، بس يعني الفلفل والطماطم تستوي اكتر. حطها بقى في الفرن على الرف اللي تحت لحد ما تبتدي تغلي كده معايا، وبعدين ابتدي احطها فوق. لو انتوا حابين تحمروا وشها براحتكم، بس هي كده تمام مظبوطه، انا ما حمرتش وشها ولا حاجه، وهي كده حلوه جدا. شايفين جمالها مع شويه رز ابيض زي ما قلت لكم، هتعجبكم جدا. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناه، ولو الفيديو عجبكم اتمنى تعملوا له لايك، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي. صدقوني لو عملتوا الوصفه دي هتعجبكم قوي. وكمان مش معتوش هتحمروا بتنجان خالص، لان فعلا تحمير البتنجان كله اضرار، وكمان الزيت غالي يعني، فاحنا بنحاول نوفر من الجنبين. وبعدين حلوه قوي من غير لحمه مفرومه زي ما قلت لكم، ومن غير بشاميل ومن غير اي حاجه خالص. حاجه وصفه سهله وبسيطه وان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى اعمليها وقولي لي رايك ايه. شايفين بس عايزه اوريكم بقى البتنجان مع الفلفل مع الرز، شايفين متماسك ازاي؟ ما تهريش مني ولا اي حاجه خالص، لان زي ما قلت لكم لازم يبقى البتنجان سمكه يبقى سميك شويه، ما يبقاش رقيق عشان ما يتهريش مني. يلا جربوا الوصفه بقى، سلام عليكم.